كابتن سمير. كابتن مجدي، اخبار حضرتك ايه؟ وانا بستاذن من كابتن عصام طبعا الاول على حسب. لا طبعا، اتفضل يا سمير. طبعا. اتفضل يا سمير. يا كابتن. بص يا كابتن، عاوزين نتكلم يعني انا سامع الحلقه، بس انا كنت شايف في ناس زمايلي في الشغل يكلموني على اخطاء وكده. الاخطاء دي وارده في كل مكان، بس في نقطه يا كابتن مجدي بعد اذن حضرتك انا عاوز اتكلم عليها، ما اعتقدش حد اتكلم عليها. اتفضل. كل الحكام بيخطئوا، وخاصه مثلا لو هنتكلم عن المباراه اللي فاتت، ما حدش جاب سيره يا كابتن اللعيب اللي اخطا في حق الجمهور وفي حق الفرقتين وفي حق الحكام، اللي هو لعيب مصر المقاصه اللي لعب الكره بايده ومنافي كل الاعراف الرياضيه. يعني لعيب زي ده يا كابتن مجدي ما تزعلش مني، الحكم وارد انه يخطا او لوحده في الملعب، انما واحد بيعمل لعيب زي ده بيعمل حاجه شيء من التدليس، يأذي فرقه بالكامل ويأذي جمهور فرقه وممكن يضيع مستقبل حكم. هل دي روح الرياضيه يا كابتن مجدي؟ اوكي، كل الحكام بيخطئوا للاسف، وفي العالم كله. النهارده في ماتش برشلونه بالليل الفاينل ممكن يبقى فيه اخطاء، بس انا بتكلم عن الروح الرياضيه اللي لعيب اللي بيلعب في دوري ممتاز اللي هو بتاع المقصه، اللي بيعمل كوره عمرنا في حياتنا ما شفناها، بيدلس على كل اللي ممكن يضيع مستقبل فرقه وبطوله ويضيع مستقبل حكم. هي دي النقطه بصراحه كابتن اللي كان نفسي اتكلم فيها بغض النظر عن اي حاجه. طب انت دلوقتي بتتمرن في فندق المنتخبات وتتمرن في المقاولين العرب، ولا انت بتزود صبح وبعد الظهر ولا ايه؟ لا هو بص، احنا بقالنا يومين مع دكتور محمد عثمان في المنتخبات، بس النهارده انا بزود لوحدي. كنت في نادي المقاولين العرب وكان معايا كابتن تصفاي وعمل لي قياسات كتيره على الرمله، يعني عمل لي شبه تيست كوبر كده على الرمله في نادي المقاولين العرب. يعني النهارده اليوم اللي انا عامله اكسترا ليا الصبح، وبعد كده بعد الظهر كنت في المنتخبات. طب يلا ربنا يوفق يا سمير وتنجحوا يعني مش ممكن كل ما حكم دولي من عندنا يروح بطوله. حمدي شعبان سقط في الكوبا. انت برضو اخفقت شويه. ناصر اخفق. هو ما اختبرش. ما اخر اختبارات. لا ما راح، يعني ما راح ما اختبرش. ان شاء الله يا كابتن مجدي، بس فربنا يوفقكم ان شاء الله. ربنا يخليك. ومعلش يا كابتن عصام انا دخلت عشان كان نفسي اوضح. لا يا كابتن، وانا يا سمير سمحت لك، لان يعني انت عارف احنا واخدين قرار، انما لما بتستاذن تحت امرك. الله يخليك. هي نقطه اللعيب بس يا كابتن دي بعد اذنك. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن سمير، شكرا. يعني انا